باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. ويسترجع على لفظ الحديث ترك الجواب. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يؤخذ من الحديث يعني فهو في سبيل الله. تقرير من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من الحديث. والمؤلف حذف جواب الشرط حتى يتأمل طالب العلم ويستنبط من الحديث. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الحديث دليل على أن النية لا بد منها في جميع الأعمال في الجهاد، والنية هي أساس الأعمال. ويدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى. هذا عام جميع الأعمال بالنيات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في كل شيء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله؟ رجل يقاتل للمغنم لا يريد الا الغنيمه، يريد المال، هذا يريد الدنيا. ورجل يقاتل للذكر حتى يذكر الشهره، هذا. والرجل يقاتل يرى مكانه للرياء والسمعه. فمن في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن هؤلاء كلهم فقال كلمة عامة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى كلمة الله خبره وأمره. كلمة الله خبره وأمره، فخبره يصدق وأمره يتبع، وحينئذ تكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله نوعان، خبر وأمر. فالأخبار تصدق، الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه، هذه الكلمة عامة تشمل جميع الشريعة. تكون كلمة الله هي العليا شمل جميع الشريعة، لأن كلمة الله خبر وأمر. والخبر الأخبار أخبار عن الله وأسماءه وصفاته وأفعاله يصدق بها الإنسان. أخبر الله عن نفسه أنه سميع، أنه بصير، أنه عليم، أنه الرب وأنه الخالق وأنه المدبر، يصدق الإنسان أخبار الله وأخبار رسوله، هذا الخبر. وكذلك الأخبار أخبار الأمم السابقة وأخبار القيامة وأشراط الساعة وأخبار عن البعث والجزاء والحساب والجنة والنار صدقوا بها. والثاني الأمر أمر بالفعل وأمر بالكف. أمر بالفعل هذه الأوامر، وأمر بالكف هذه النواهي. يتبع الأوامر فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وبذلك يكون عمل بالشريعة. الشريعة كلها كلمة الله هي الشريعة كلها خبر وأمر. فالأخبار تصدق والأوامر تتبع. الأخبار أخبار الله وأخبار رسوله، أخبار عن الله وأخبار عن أسمائه وأخبار صفاته وأفعاله، أخبار عن الأنبياء والرسل السابقين، وأخبار عما يقع في آخر الزمان نسأل الساعة، وأخبار عما يكون في البعث والجزاء والنشور والجنة والنار. كل هذا يصدق به المسلم ويؤمن به. والثاني أمر بالفعل وأمر بالكف. أمر بالفعل قوله أقيموا الصلاة، أمر بالكف لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا. فالأوامر تتبع، يمتثل المسلم الأوامر سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، وينتهي عن النواهي سواء نهي تحريم أو نهي تنزيل. وبهذا يكون من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يكون خبر الله وأمره هو الأعلى وهو المنفذ والمطبق والمتبع. نعم.